قلم ألماظ ولا ساعة، وكواليس طرد محمد رمضان من المسرح. تخيل معايا كده شاب لسه في أول حياته وعايش على أوضة فوق السطوح في الجيزة، بيلف على مسارح مصر كلها ومستني فرصة بسيطة، مستني طاقة القدر تتفتح له. الشاب ده هو محمد رمضان. في سنة 2006 كانت الدنيا معنداه تماما، لحد ما في سنة 2007 جات له الفرصة. دور مسرحية في اسكندرية اسمها يمامة بيضة، بطولة الفنان علي الحجار. رمضان ما كدبش خبر، نزل اسكندرية قبل العرض بيوم وابتدى يستعد ويأهل نفسه للدور اللي هيقوم بيه، واخد معاه أجندة محترمة، وقعد أول صف في البروفات بيراقب كل همسة وبيسجل كل إفيه يقدر يرميه في المسرحية. وده كله طبعا عشان يقدر يخطف الجمهور أو يخطف عين الجمهور ناحيته، وكان بيجهز نفسه للحظة اللي هينور فيها. وتاني يوم أول ما طلع رمضان على المسرح رمى الإفيهات اللي كان محضرها، وحرفيا الجمهور اتسلطن والقاعة اتكسرت تسقيف. المخرج كان طاير بيه، وفي الاستراحة يدخل أمير عربي ويسأل على الممثل اللي رمى الإفيهات المعينة اللي خلت القاعة تترج من التسقيف. وصلوا لمحمد رمضان أو الشاب الأسمر زي ما قال عليه. طلع الأمير العربي قلم واداهوله هدية. في نفس اللحظة المساعد الخاص بالأمير بيميل على محمد رمضان وبيقول له خد بالك، القلم ده فيه 15 فص ألماس. وهنا رمضان اتأكد إن طاقة القدر اتفتحت له. لكن في لحظة يا صديقي الفرحة اتقلبت كوابيس. فجأة سمع صوت زعيق جاي من أوضة النجم علي الحجار، ومساعد المخرج بيجري على محمد رمضان وبيقول له خد بعضك وامشي بسرعة، في عوق بيحصل وفي نوش في أوضة الفنان علي الحجار، وده كله بسببك. الكاتب جمال بخيت قال لمحمد رمضان باللفظ إن الفنان علي الحجار قال يانا يا الشاب الأسمراني في المسرحية. ورمضان بكرامته قرر إنه ينسحب، وقال باللفظ ما يرضنيش إن الأستاذ علي الحجار يزعل، وقال أنا اللي همشي، رغم إن المخرج حاول يمنعه، وخد بعضه ومشي مكسور الخاطر. استنى، لسه الحدوته ما خلصتش. طلع الكاتب جمال بخيت في التلفزيون وقلب الدنيا، وقال ان المخرج كان متخانق مع البطل الاساسي وجاب رمضان نبطشيه يسد مكانه يعني في السر. عمنا جمال قاعد في الصاله بيتفرج، فجاه لقى رمضان طالع بيقول كلام مش موجود في السكريبت اصلا، مشهد المفروض مدته 3 دقايق. رمضان فضل يرتجل فيه ربع ساعة كاملة. جمال بخيت اتجنن، قال ازاي ممثل في أول حياته لسه ما طلعش مسرح ويقدر يعمل كده؟ لكن كان في سؤال تاني مهم، وازاي كمان يقدر يغير في ورقي؟ طلع جري على أوضة الحجار وقال له باللفظ أنا هرفع قضية وهوقف المسرحية دي. وهنا علي الحجار جاب محمد رمضان وقال له أنت فنان شاطر، بس بصراحة مش هينفع تكمل معانا بالطريقة دي. والمفاجأة إن جمال بخيت الكاتب جمال بخيت مع حفظ الألقاب قابل محمد رمضان بعديها بفترة، ورمضان قال له المسرحية دي كانت وش السعد عليا، انا في امير عربي اداني ساعة هدية بعتها واتجوزت بفلوسها وعرفت اعيش، يعني الساعة بقدرة قادر اتحولت لقلم الماظ. والكاتب جمال بخيت بيحلف انه ما شافش الامير العربي ده اصلا. الخلاصة يا صديقي واصل الحدوتة، سواء الحكاية الاولى حصلت او التانية حصلت، رمضان ما وقفش يعيط على باب المسرح. الرفض ده كان هو الشرارة اللي خلته ينطلق، مع تحفظي الشخصي على الادوار او في بعض الادوار او الحركات أو الأغاني أو نوع الفن اللي بيقدمه محمد رمضان حاليا، لكنه ثابر وكافح. عمل بعديها عبده موتة وعمل الأسطورة وكسر الدنيا وبقى نمبر 1. والغريبة يا صديقي إن بعد الأيام دي وبعد اللي حصل ده وبعد أيام كتير لفت وسنين، محمد رمضان والفنان علي الحجار اتصالحوا ووقفوا مع بعض في إعلان واحد وكأن مفيش حاجة حصلت. الرفض أحيانا بيكون هو الضربة اللي بتقويك أو بتفوقك وتوديك في حتة تانية خالص. محمد رمضان اتطرد من مسرحية أو اتطرد من عرض مسرحي وأصبح نجم. وفي شاب تاني زمان برضو اتطرد من جريدة كبيرة عشان رئيس التحرير قال له انت ما عندكش خيال ولا قدرة على الابتكار. والموقف ده خلى الشاب ده يعند لحد ما أسس أكبر إمبراطورية خيال وأحلام في تاريخ البشرية. عايز تعرف مين الشاب ده وعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا الجاية من أصل الحدوتة. أشوفكم على خير.